الفتة مش مجرد عيش رز، الفتة دي هندسة. والنهاردة هقول لكم على أسرار النفس المظبوط في كل تفصيلة، من أول تحميص العيش لحد تحمير اللحمة. كمان هعرفكم ازاي العيش يفضل مقرمش من غير ما نغمره في زيت كتير. كمان ازاي يطلع الرز مفلفل وريحته تجنن من غير ما يعجن. ويا سلام بقى على الطشة تجي في الآخر شيرة. لو أول لقاء لينا، أنا اسمي مريم ويلا نبدأ الوصفة. جبت نص كيلو من الرز المصري العادي بتاعنا، وبعدين غسلته وصفيته من المية كويس. وبعدين هبدأ أحمره أو أشوحه بمكعب زبدة وفص ثوم. شوحته كويس قوي لحد ما اداني اللون الذهبي ده. ما تخافيش من نص الفص الثوم ده، هيعمل ريحة وطعم يتجنن، مش طعم لاذع ولا حاجة. شوية ملح وفلفل صغيرين وكوباية شوربة، وغطيته على نار هادية لحد ما يستوي براحته. بعد كده جبت اي نوع عيش عندنا، فلاحي سوري، اي نوع، وقطعه مكعبات. وبعدين احط له تركايه برضو حلو قوي، مكعب زبده. وبعدين هحطه في الفرن في نار هاديه، وبقلب العيش وهو في الفرن على الوشين علشان ياخد اللون الذهبي على الناحيتين. خلاص حطيته الفرن، اجي بقى على الرز. بصي الرز طالع مفلفل، طعمه تحفه، لونه جميل، مش معجن ولا اي حاجه. نيجي خطوه بعد كده، وهي صلصة الفتة المميزة للفتة المصرية الخطيرة. مكعب زبدة وفص توم. احط فص التوم كده في المكعب، اشوحه شوية لحد الريحة ما تطلع. شوية فلفل صغير، فلفل اسود. وبعدين انزل بالصلصة اللي هتعمل قلبين لاخر شارع. شوية فلفل وشوية ملح، رشة سكر صغيرة طبعا. وبعدين اسيبها تستوي وتتسبك براحتها خالص. شايفين دي مش صلصة يا جماعة، دي كاتشب، حاجة عظمة. نيجي بقى للسر الخطير اللي بيميز اي فتة في العالم، طشة الثوم بالخل. مكعب زبدة مع فص ثوم، طشة خل، شوية شوربة. شم الريحة، حرفيا قلبان قلبان. اخر حاجة هنعملها بقى وهي كريز التورته. يعني اكيد مش هننسى نحمر اللحمة بقطعة زبدة حلوة كده، ونحمر اللحمة بتاعتنا على الوشين، نديها يدوب لون ذهبي امور كده. يعني مش هنحرقها، زي ما انتم شايفين، حاجة لطيفة خفيفة عشان تبقى بالجمال ده. نيجي بقى لطريقة التقديم، بقدمها بأي طريقة أنا عايزاها، في سيرفيس طويل، في حاجة مدورة، بأي طريقة. بعدين هجيب بقى العيش المحمر بتاعنا، أسقيه كبشة كده من الطشة اللي أنا عاملاها، يدوب مش هغرقه كتير علشان ما يتروش أو ما يلنش مني. وأبدأ أرص بالطريقة اللطيفة الحلوة اللي تعجبنا. أنا عملتها على طريق مستطيل كده، أنا حابة أوي جو السيرفيس الطويل ده. وبدأت أعيش اللحظة بقى، عيشوا اللحظة انتوا زي ما انتوا عايزين. إيه شوية طشة على العيش علشان تنقلها ليفل تاني خالص. طشة والصلصة الأمورة اللي احنا عملناها. وبعدين نزين بلحمة. دي أحلى فتة ممكن تدوقها في حياتكم. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والشير، وقولي رأيكم في الكومنتات. كمان ما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت. كانت معاكم مريم، وفي ألف هنا.